تفتكر هتحس بايه لو نزلت فيديو وفايرال على السوشيال ميديا؟ انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم التلات. اكلمك من تجربه شخصيه، انا ليا اكتر من فيديو فايرال على السوشيال ميديا، في حاجات وصلت نص مليون و700 الف، والارقام دي ارقام تبان من بره ان هي عاليه جدا، بس لما تيجي تبص في تفاصيلها هتلاقي حاجات تضحك. مثلا لو جبت اكتر من فيديو من دول وبدات ابص على الناس اللي عملت فولو بعد ما شافت الفيديو انه وصل المفروض ل 700 الف بني ادم او مليون بني ادم، فبتلاقي في الاخر رقم الناس اللي عملوا لك فولو من الفيديو ده يكاد يكون لا يذكر، ما يجيبش 0.1 من توتال الناس اللي اتفرجت على الفيديو. على العكس تماما لما تجيب فيديو مثلا زي الفيديو ده او الفيديو ده، ارقامهم قليله جدا جدا بالنسبه للفيديوز اللي فايرالت في 50,000 او 60,000، بس لما تشوف عدد الفولورز تلاقيهم معديين فوق ال1000 فولو، اللي هي نسبه كبيره جدا بالنسبه للناس اللي شافت الفيديو. طب القصه في ايه؟ القصه بكل بساطه ان احنا اتضحك علينا بشويه ارقام. فكره الكونتنت اللي بيفايرال عامه ان القصه كلها ملهاش علاقه بالارقام اللي انت بتشوفها على قد ما ليها علاقه بالفاليو. من الاخر يا فرحتي بال1 مليون فيوز وانت لا دخلك ليدز للشغل بتاعك، ولا حد دخل عمل لك فولو، ولا اتعمل لك بوزيشننج في المكان بتاعك، انت كده كسبت صلاه النبي. لانه ببساطه هيبقى زيك زي مليون فيديو بيجيب مليون فيو واحنا بنشوفهم كل يوم في الفيد وبنعديهم. وانا اللي عديت اهو عشان شفت الهوك بتاعك لمده كام ثانيه اعتبرت واحد من المليون فيو، بس لو شفتك تاني والله ما افتكرك لاني بشوف زيك كل يوم مليون واحد. فالفايرال ممكن يجيب لك اويرنس، بس الكونسستنسي والفاليو اللي بتقدمها هي اللي هتخلي الناس لما تشوفك تاني تختار ان هي تقف في وسط التايم لاين ده كله، تخش على بروفايلك تعمل لك فولو. فلو انت وقفت وكملت لحد هنا اشكرك. لو عملت فولو لو انت مهتم بالماركتنج والادفرتايزنج هتلاقيني على طول بنزل حاجات ليها علاقه بالاندستري، واعمل ريبوست عشان انا بحب الريبوست